هذا الكلام الشعبي او الحرام النار اولى به وقال في احترام لعندكم الدنيا من غير منصبه العائلين امثلوا كفرد الامه بكلهم المنصب ولا مغاربه الاخلاص من يتولى والعمل وسعر السجن ولا فيه حسن وقال اشتغل غير وحير أخطر احتمالات معروف الساعة فلا يحسن فيها التعلم الابتداء تمكن عملي تعلم الناس فيه وحدين حتى في السفر إذا يتعلمت أن الموت يأتيني ضربة فأنا أبادره قبل أن يبادرني معناه يأتيني عن النار إنما يكون يأتيني عن النار الحب والحساب من جمالين ضرب الموت كل دقيقة أين أكيد العمر الموت كل حاجة ألف يرسل الانتغال الصغير بين رب العالمين أجل المقصدين هذه المصيبة اختبارات الأعلاميين وغير ما يستطيع الناس وفيه ألف صالح أو رحيم لن تموت نفس حتى تزيان الله ورزقها إذا استقروا أعمال الصالحة هذا تذكرون إذ علمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية هذا من أصل الآيات عدنا وجه رب العالمين عز وجل مطلعين أنت الخير أنت الخير ما يغفل ما الصبر ما الكثير ما الحب عن رب العالمين فأخذ به يظهر الإنسان المقام المراقبة المقام المشاهدة يسحق فيه ويأتي سبحانه عز وجل على معصية وحققت التوكل على الله في هذه الأمور نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يسدد خطانا وأن يجمع شملنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا وأن يسلم ضرائم من قلوبنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا إنه نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير.
الحمد لله الحليم الجبار غافر الذنب وقاتل التوب العزيز الغفار نحمده سبحانه وتعالى شمل الانسان بالذكر وامره بالتقوى والبر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امر بالعزه والحياء والطهر والنقاء والستر والصفاء واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها المؤمنون ان الله عز وجل خلق الانسان وكرمه واسجد له ملائكته ونعمه واحسن تصويره ورزقه وامره بذكر ارضه وبدنه وهيأ له ما يستر به عورته ويواري به سوآته. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلكم لعلكم تذكرون. فاذكروا من نعم الله تعالى التي من الله عز وجل بها على الإنسان ولالتفات المولى تبارك وتعالى العليم القدير من صفته انه مسلم يحب الستر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله عز وجل حليم ستير يحب الحياء والستر. فالستر فضيلة وأدب وسنة من سمات الأنبياء والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا وكان لدأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتضرع من المولى عز وجل كل صباح ومساء: اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. أيها المؤمنون اعلموا أن الستر أنواع: ستر العورات وستر العثرات وكتمان الخطايا وعدم نشر السيئات. وأما من الستر أن يجرى الإنسان على عيوبه ومعاصيه فلا يساهم بالمعصية ولا يساهم بها. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يذكره ربه جل وعلا فيصبح ذكر المولى تبارك وتعالى عنه. فالمجاهد في الجهد أيها المؤمنون مجترئ على الله تعالى وكأنه يقول: يا الله ها أنا أعصيك ولا أخشاك وأفعل ما أشاء وأتحداك. والمجاهرة بالذنب يا عباد الله هي دعوة للآخرين ليسلكوا مسلك المسلمين ويذهبوا ويتبعوا مذهبهم في إتيان المعاصي والذنوب فيكون على الإنسان
فيها الذكر من سير المؤمنين وعباد الله الصالحين. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله